الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، هذا هو الوضوء. المسألة الأولى اللي تواجهنا في الوضوء النية، وعليه لازم واحد يتلفظ يقول نويت أن أتوضأ قربة الله تعالى. الجواب لا يشترط فيه التلفظ. مسألة ثانية قلنا عبارة عن غسل الوجه واليدين، إن واحد من يتوضأ يغسل إيده كذي، هذا ما له شغل بالوضوء. أمر الواجب يبدأ مع غسل الوجه. الوجه عبارة عن قسم طولي وعرضي. قسم الطولي يبدي من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، يعني انزل 4 سنتي حتى تحرز أنك غسلت. مقدار العرض يقولون الفقهاء بسبب وجود نصوص عن الأئمة عليهم السلام طبعا ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا المقدار شوفوا اللي يجب غسله. الحين واحد ياخذ سنتي من هني وسنتي من هني واكثر، لا بأس من باب الاحتياط. سوي كذي مثلا، سوي كذي، خلصنا غسلنا الوجه. اقدر اغسل بيدي اليمين، اقدر اغسل بيدي اليسار يصير، اقدر اخلي وجهي تحت الحنفيه هم يصير، مو لاستعمال اليد، بحيث احط وجهي تحت الحنفيه لكن احافظ ان الماء ينصب من هني واني يغسل الوجه اللي قلناه بشكل كامل كافي. المهم هو الغسل، والغسل هو جريان الماء. شوف لما تاخذ ماء وتغسل، شوف الماء قاعد يمشي، قاعد تمشيه انت، في كتله مائيه في وجهك، هذا يسمونه غسل، بخلاف المسح كما سيأتي. الواجب الثاني وهو غسل اليمين ثم غسل اليسار. هل يجب من الإنسان يأخذ الماء باليمين ثم يحطه باليسار ثم يغسل؟ جواب لا. بطل الحنفية، اخذ الماء باليسار وصبه على المرفق. فش تسوي؟ شوية ترجع هني لورا، تأخذ الماء سكرته، هذا المقدار اللي سويته كافي ترى. حتى الحين في خاتم هنا عادي يقدر يسوي كذي. خلصنا، هذه غسل اليد. فأصب الماء شوية هني ورا حتى أمتثل التكليف الإلهي، حتى أحرز أن أنا غسلت المرفق، وأغسل هذا المقدار اللي أنا سويته من الأعلى إلى الأسفل. ما مثلا آخذ ماء يصب هني أسوي كذي بعدين آخذ ماء يصب ورا، لأن كذي غسلت الأسفل ثم الأعلى. إحنا يجب عندنا الابتداء من المرفق والانتهاء بالأصابع، تغسل هذا المقدار كامل من الأعلى إلى الأسفل. وطبعا يصير واحد يغسل كذي عادي، لأن أهم شيء يغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. الإيد ما لها شغل شنو كان تجاهها فوق تحت يمين يسار ما درت. هني في خطأ مذكور في الرسالة العملية وبعض الناس تسويه، وهذا الخطأ ما له حل شرعي. وأنا أكثر من مرة صادفني إنسان وأقول له يجب قضاء كل صلواتك. أي غلط؟ هذا أول ما غسلت إيدي، مو بطلت أنا الحنفية لحين ما غسلت الوجه، أغسل إيد عبالي أن هذا جزء من شنو؟ من الوضوء. غسلت الوجه، جيت بغسل إيد، أقوم أغسل من هني لهني، أوقف هني، والكفين أقول لا أنا غسلتهم بداية الوضوء. هذا مولانا العمل باطل، الوضوء باطل، الصلاة باطلة، يجب قضاء كل الصلوات اللي صليتها بهالوضوء. هذا الوضوء اللي صليته فيه كله باطل. انزين، الحين غسل اليد اليسرى. غسل اليد اليسرى نفس الطريقة، بس في مشكلة واحدة. الإنسان مطلوب منه يمسح ببلة الوضوء، بلة اليد. بغسل أنا إيدي اليسار، إيدي فوق الحنفية وإيدي تحت الحنفية، أبطل الحنفية بيدي اليسار ثم أسكرها حتى لا أقع في مسألة الإسراف. أخذ الماء وأغسل. هني أنا وضعي طبيعي، هني أنا خلصنا هذا وضعي طبيعي، وأقدر أمسح راسي والقدمين ببلل الوضوء. طبعا السيد السيستاني عنده يجوز مسح الرأس والقدمين بيد اليمين وبيد اليسار عادي. طريقة الغلط اللي الناس تسويها غلط. الحين أنا الحنفية فيها ماء، بفرض أن الحنفية راس الحنفية في ماء، أنت أخذت الحين بطلت الحنفية والماء قاعد يمشي، خذيت الماء وقاعد تغسل إيدك اليسار، غسلك اليد اليسرى صح ما عندك مشكلة. شو تسوي؟ تقوم تسكر الحنفية بيدك شنو؟ اليسار. لحظة، هذه الحنفية ناشفة ولا عليها ماء؟ إذا عليها ماء فأنت ما راح تمسح، إذا بتمسح قدمك اليسرى بيدك اليسرى أنت ما راح تمسح بماء الوضوء ببلة اليد، أنت راح تمسح بماء أجنبي اشترك بلل اليد مع البلل اللي على الحنفية، هذا ماء يسمونه ماء أجنبي، هذا مو ماء وضوء. فإذا سكرت الحنفية 3 أصابع، نعم افرض واحد سكر 3 أصابع بيمسح بإصبعين، يصير 3 أصابع بيدي اليسار وبسوي كذي بمسح بإصبعين، يصير نعم يصير تمسح راسك بإصبعين، لأن هالإصبعين ما سكرت فيهم الحنفية، ما عليهم ماء ووضوءك صحيح. ولكن وين المشكلة؟ المشكلة إذا سكر، افرض الحين هو سكر حنفية بيده كلها مسكها ورد مسح على راسه والقدمين بنفس الماء اللي على الحنفية، هذا مشكلة. يستحب غسل اليد كم مرة؟ مرتين. والواجب كم مرة؟ مرة واحدة. المسح هذا المقدار، هذا مثلا هذا المقدار يجب تمسحه. فلو أنا سويت كذي إصبع واحد، سويت كذي كافي، مسحت راسي، مو إلا أمسح الراس كامل. نعم السيد السيستاني يذكر استحباب، يقول الأفضل أن مقدار العرض تمسح بمقدار 3 أصابع حتى تسوي شنو؟ الاستحباب. بس الواجب يكفي مقدار سنتي واحد. الواجب الأخير مسح القدمين من بداية الإصبع، ليس المراد من بداية الإصبع هو طرف الإصبع، بل هني حتى تعبير بداية الظفر. إنزين. ومشهور الفقهاء يقولون إلى قبة القدم. أنا يعني إذا أشرح الحين لو واحد طالع ريلة من فوق مو على الطرف، من فوق راح يطالع في مكان شوي مرتفع، هذه يسمونه قبة القدم. مشهور الفقهاء يقولون للقبة. السيد السيستاني يحتاط وجوبا يقول للمفصل بين الساق والقدم. أيضا يكفي المسح بإصبع واحد،
وثلاث أصابع بالكف كلها يصير تمسح بهالطريقة، وتقدر تمسح كذي. بل السيد عنده يجوز وضع اليد على القدم كلها كذي بهالطريقة، وتجر إيدك بحيث يصدق عليه المسح.